السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة بقى جايبالكوا حاجة جميلة جدا. طبعا كلنا عارفين ان الزيتون من الحاجات اللي لازم تكون موجودة في كل بيت على السفرة. وبدل ما نشتريه من بره وما نعرفش بيتعمل ازاي، النهاردة هقدم لك طريقة مضمونة لعمل الزيتون في البيت بأبسط المكونات. زيتون طعمه خطير جدا. خليكم معايا للآخر عشان أقول لكم كل أسرار نجاح التخليل، ومش هتحتاجوا تشتروه جاهز من بره تاني. وأنا عايزة أقول لكم حاجة بجد، هتشوفوا فيديو جميل جدا. ولو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد عن قناتي. وما تنسوش بقى تعملوا أحلى لايك كبير كبير للفيديو. ودلوقتي بقى يلا بينا نروح نعمل الطريقة. وطبعا انا عندي هنا 2 كيلو من الزيتون، وعندي جزر مبشور، وعندي ليمون متقطع بالشكل ده، وعندي عصير ليمون، وعندي عصفر، وعندي حبة البركة. احنا الزيتونية بتاعتنا هنسيبوها زي ما هي على بعضها كده، ولا يعني هنشرحوها كده ان احنا نعمله فيها فتحات، او ان احنا مثلا هننقعوه وكده. لا، انا غسلته غسلة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين كده، ولا يعني مش هنقعه في ميه ولا اي حاجه، ولا هغير عليه ميه، ولا هعمل فيه اي حاجه خالص. هي الزيتونيه على بعضها كده زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لكم حاجه، وهيبقى جميل جدا وتحفه، والطريقه مجربه فعلا عن تجربه، خدوها مني ويعني ايه تمام. ودلوقتي بقى نبدأ في الطريقة بتاعتنا. طبعا احنا هنحط دلوقتي العصفر وحبة البركة. بصوا بطريقة سهلة جدا اهو، عشان ما تقولوش ان الحاجات دي متعبة في عمايلها، لا بالعكس سهلة جدا. وعندنا هنا جزرتين مبشورتين انا بشرهم كده. وبعدين هحط الليمونة يعني تقطعيها قطع صغيرة او مثلا 4/4، زي ما انتوا عايزين. حبة ليمون حلوين كده بس. وطبعا انا عندي الليمون اللي انا عصراه اللي هو قدامكم ده عصير الليمون. طبعا القشر بتاعه انا مرمتهوش، لا ده انا هجيب القشر بتاعه كمان وهضيفه على الزيتون بتاعنا. وعايزه اقول لكم حاجه، الزيتون مش هيبقى مزز ومش هيبقى فيه اي حاجه خالص، طبعا عشان احنا حاطين له جزر. الجزر هيسحب المزازه بتاعته ويديله سكر، يعني يسكره شويه يخليه معسل شويه كده، مش سكر يعني، لا يخليه معسل وكده. ادي القشر اهوت اللي احنا عصرناه. وطبعا انا عصره بايدي الليمون، وما تضربوش في الخلاط عشان المزازه بتاعه القشر، لا بايديكي كده عصريه وصفيه عشان لو في اي بذوره او اي حاجه. وطبعا هنقلبه كله كده مع بعضه. وبعدين عندنا هنا بقى ايه 3 4 قرون شطه زي ما انتوا عايزين كده. طبعا الشطه دي اختياري، بس يفضل يعني ايه يعني تحطوا على الاقل قرنين يعني. وعايزين تزودوها بقى لو عايزين الحاجة حارة يعني سبايسي شوية، مش عايزينها يعني ايه 3 4 قرون تمام كده. زي ما انتوا شايفين الكمية اللي انا جايباها ديت، انا عايزاه يبقى وسط، ولا حراق يعني ولا بارد، لا يعني ايه وسط كده، وان شاء الله يبقى تمام ومظبوط ومفيش اي حاجة كده. نجيبه بقى البرطمانات بتاعتنا اهيت. طبعا البرطمانات لازم تكون نظيفة ومتعقمة. ولو عايزين ازاي نعقم البرطمانات بتاعتنا ونخليها كويسة وتمام، يا ريت تبعتولي في التعليقات لو انتوا عايزين تعرفوا. وبعد ما عبيت الزيتون كده في البرطمان زي ما انتوا شايفينه كده، بسم الله ما شاء الله، ال2 كيلو عملوا لي الحجم ده. طبعا يعني مثلا عندك برطمان اكبر عادي، انا عندي البرطمانات الاحجام اللي انتوا شايفينها دي، فانا ايه عملت فيها الزيتون. نروح بقى نعمله المحلول الملح بتاعنا. عندنا هنا 2 لتر من المية، وعليهم كوباية من الملح، وطبعا عصير الليمون. وهضيف بقى نص معلقة من ملح الليمون، طبعا دي زي مادة حافظة كده. ومعلقة من السكر. وهضيف بقى ايه رشة كركم كده، يعني ايه رشة من الكركم كده عشان يدي للمية اللون بتاعها. شوفوا ما شاء الله، شوفوا اداها اللون تمام ازاي. بجد دوت يعني يعني ديت المية بقى بتاعت الزيتون، بجد والله زيتون خطير جدا 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 يعني. اهو اخر حاجة هنضيفوها هنا معلقة من الخل.
ومش عايزين نكتروا الخل معانا عشان الخل بيهري الليمون. عايزين يعني ايه، عايزينه بجد يبقى زي بتاع المحلات كده او المصانع اللي انتوا بتروحوا تجيبوه وتقولوا ليمون خطير. صدقيني هتعمليه، وكل اللي هيدوقه من عندك هيقولك انت عاملاه فين، انت جايباه منين. بجد الطريقه هتبقى خطيره جدا. ودلوقتي بقى نبدأ نحط الميه بقى على الزيتون. بس عايزه اقول لك حاجه، طبعا احنا مش هنملى البرطمان للاخر، عشان طبعا لسه هيجيب ميه ولسه هنزود له شويه زيت في الاخر. يعني ايه تخلي في البرطمان يعني ايه حبه كده، يعني ايه ما تمليش ولا تمليه زيتون للاخر ولا تحط الميه بتاعته اللي انت تغليها للاخر كده. وبعد ما حطيت الميه بالظبط هما الاتنين لتر يا دوبك، هما بصراحه الاتنين لتر على 2 كيلو زيتون هو ده المقدار المظبوط للميه وكده. وعندي بقى شويه من الزيت كده احطهم على الوش اهو. وبعدين هجيب بقى ايه الورق اللوري بقى نقفل بيه ايه الوش بتاع الزيتون، عشان يعني ايه يحفظه اكتر ويبقى زي مادة، برضو يعتبر زي مادة حافظة وما يعملش ريم كده على على الوش بتاع البرطمان. اه يعني ايه تحاولوا تقفلوه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى هروح اجيب بقى عندي الاكياس، سواء اكياس التلاجة او المناديل اللي هي بتاعت الاكياس اللي بتتباع برضو مع الاكياس دي. يعني تتنوها كده على قد الفتحة بتاعت البرطمان، عشان نقفله جامد يعني ايه وما يبقاش في هوا داخله خالص، داخل الزيتون اي هوا خالص. وتقفلي كويس كده وتبقي متأكدة ان انت قفلتي الحاجة تمام اهوت. ويبقى هو دوت بصراحة التخليل بتاع الزيتون صدقيني سهل جدا. وناخد بقى البرطمان كده نقلبوه بقى ايه تقلبيه ايه اللي فوق وتحت كده. ويفضل يعني ايه يعني مثلا تخليه مثلا اول 3 4 ايام يعني ايه. ممكن تقلبيه وتحطيه مقلوب، وممكن تقلبيه شوية وشوية وكده، دي حاجة ترجع لك، بس ايه عايزينه ايه يتقلب. وكده يبقى احنا خلصنا الزيتون بتاعنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم جدا وخطيرة وما فيهاش اي ارهاق ولا اي افتكاسات ولا اي حاجة. ويبقى هو دوت الزيتون بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. ما خدش منك اي وقت خالص ولا خد منك مجهود ولا خد منك اي حاجة، وبقى عندك زيتون في البيت، زيتون خطير جدا. بس مش هنفتح عليه قبل شهر، وكل ما تسيبيه اكتر كل ما هيبقى خطير جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لكم حاجه، الزيتون ده انا مش هفتح عليه دلوقتي، يعني هسيبه شهرين 3 طبعا عشان يزيد حلاوه ويبقى اجمل واحلى. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو بتشوفوني لأول مرة تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. وباي باي.